ده بقى المغربي رضا سليم، واللي سخروا منه في البدايه حتى اصبح افضل لاعب في المغرب في موسم 2023. هكلمك في حلقه النهارده عن قصه كفاح جناح الاهلي الطائر والجيش الملكي السابق رضا سليم، وكيف بدا مسيرته الكرويه، وليه فضل ان هو يلعب في نادي الاهلي المصري عن انضمامه للوداد المغربي والزمالك وبيراميدز. رضا سليم بدا مسيرته الكرويه مع نادي الجيش الملكي وهو عمره 12 عام فقط. سخروا منه من ادائه في البدايه فغادر النادي الملكي بعد قضائه 3 سنوات في النادي، عشان في عام 2014 ينضم لفريق الرجاء المغربي للشباب وقضى معهم 3 سنوات وتالق بشكل كبير جدا. فقرر الجيش الملكي عودته مرة أخرى في عام 2017، قضى عامين مع فريق الشباب ثم تم تصعيده للفريق الأول في عام 2019 بالتحديد 24 سبتمبر، وكانت أول مباراة لرضا سليم مع الفريق الأول أمام الوداد المغربي في كأس المغرب، ولكن لم يحصل على فرصة حقيقية مع فريق الجيش الملكي. في عام 2018-2019 لعب مباراتين وسجل هدفين وكان عمره 19 عام، ولكن حصل على فرصة حقيقية في موسم 2020-2021. شارك مع الجيش الملكي في 29 مباراة، قدر يسجل 7 أهداف ويصنع 9 آخرين، يعني ساهم في 16 هدف خلال 29 مباراة، وده رقم كبير جدا. جناح سوبر ومميز، بيسجل وبيصنع أهداف وبيعمل شوية كروسات وعرضيات بالمقاس حرفيا. يعني أضمن لك إن أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي هيبقى هداف الدوري في الموسم الحالي في وجود هذا الثنائي سواء علي معلول أو رضا سليم. موسم 2022 شارك مع الجيش الملكي في 28 مباراة، قدر يسجل 7 أهداف ويصنع هدف، يعني ساهم في 8 أهداف خلال 28 مباراة. ولكن نقطة التحول الحقيقية في مسيرة اللاعب الكروية كانت في موسم 2023، لأنه كان قاد نادي الجيش الملكي للتتويج بالدوري المغربي بعد غيابه عن النادي من موسم 2007-2008، يعني 15 عام والبطولة غايبة عن النادي، وده لأنه كان سجل 11 هدف وصنع 10 أهداف آخرين في بطولة الدوري، يعني ساهم في 21 هدف في بطولة الدوري فقط. وفي كأس الكونفدرالية كان سجل هدفين وصنع 4 أهداف، وكان ساهم في هدفين امام نادي بيراميدز، مباراه انتهت بفوز الجيش الملكي. ارقامه الكليه في مختلف البطولات في الموسم الماضي سجل 13 هدف وصنع 14 اخرين، يعني ساهم في 27 هدف خلال 39 مباراه، وده رقم كبير جدا. واللي حسم بطوله الدوري المغربي لصالح الجيش الملكي من ركله جزاء سخروا منه في البدايه، فاصبح افضل لاعب في الدوري المغربي. وبعد هذا الموسم الخرافي مع نادي الجيش الملكي انهالت عليه العروض بشكل كبير جدا. نادي الوداد المغربي تقدم بعرض والزمالك وبيراميدز والنادي الاهلي، ولكن اللاعب فضل الانضمام للنادي الاهلي رغم تمسك نادي الجيش الملكي باللاعب. ولكن رضا سليم كان مصمم ان هو ينضم للقلعه الحمراء، وده الامر اللي سهل انتقاله للاهلي بشكل كبير جدا مقابل 2 مليون و200 الف يورو. طوال مسيرته الكرويه مع نادي الجيش الملكي لعب 115 مباراه، قدر يسجل 32 هدف ويصنع 16 اخرين. صفقه الكل متوقع لها النجاح مع النادي الاهلي، خاض مباراتين مع النادي الاهلي في السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري، وفي الدوري المصري امام المصري البورسعيدي. ظهر بشكل مميز في مباراه السوبر امام اتحاد العاصمه، وده انفراد وكان مسبب قلق بشكل كبير جدا لدفاع اتحاد العاصمه الجزائري. وايضا في مباراه المصري البورسعيدي سجل اول اهدافه مع النادي الاهلي بقذيفه مغربيه، هدف صاروخي بعد اسيست امام عاشور، واصبح حاجز مكانه مع النادي الاهلي، اللي هيخلي مارسيل كولر في حيره كبيره جدا، وخصوصا بعد تالق ايضا بيرسي تاو واحرازه هدفين في بطوله الدوري في مرمى المصري البورسعيدي. مين هيلعب على حساب مين؟ يا ترى رضا سليم ولا بيرسي تاو؟ طبعا كلنا عارفين ان حسين الشحات حاجز مكانه في الوينج ليفت، ومفيش لاعب يقدر يقعده دكه، وده بعد تالقه مع النادي الاهلي في الموسم الماضي، الموسم الاستثنائي اللي قدمه النادي الاهلي. في نهايه المطاف قصه كفاح رضا سليم هو نموذج لقصه كفاح لاعب كره قدم ناجح، رغم ان هم سخروا منه في البدايه ما يقس، وخاض العديد من التجارب مع مختلف الانديه في المغرب، وحاليا رضا سليم اصبح بيلعب في افضل نادي في افريقيا والشرق الاوسط. بس كده، ودي كانت حلقه عن جناح الاهلي الطائر والمغربي رضا سليم. قول لي انت بقى كمشجع للنادي الاهلي شايف رضا سليم ازاي مع النادي الاهلي، خصوصا في المباراتين اللي خاضهم مع القلعه الحمراء سواء السوبر الافريقي او في الدوري المصري امام المصري البورسعيدي. مع نهايه الحلقه كالعاده ما تنساش تصلي على النبي وتحط لايك للفيديو وتعمل فولو. لو بتتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، وانتظرني في الحلقه القادمه ان شاء الله.